خلص ماتش الزمالك والنصر السعودي. خلص ماتش خروج رسميا توديع الزمالك للبطولة العربية أو بطولة الملك سلمان. الزمالك ودع البطولة ودع البطولة بسبب مرتضى منصور والسبب الإدارة بتاعت نادي الزمالك وإدارة مرتضى منصور، والسبب قناة نادي الزمالك، والسبب بعد التلاتة دولت المدرب واللعيبة. ده آخر حاجة وممكن ما تلومهاش أصلا. اللعيبة دي إيه؟ آخر حاجة ويمكن ما تلومهاش أصلا. النهارده أنت بتلعب في بطولة، النهارده أنت كشفت النصر السعودي إن هو فريق أنت ممكن تلعب عليه وتكسبه، بس بشرط. الشباب امبارح أنت تعادلت، خسرت الماتش اللي فات أقصد سوري، الشباب خسرت منه 1-0 واثبت واحرجته في الملعب واثبت انك تقدر تكسبه. وانا بعتذر لان انا قلت ركله الجزاء الماتش اللي فات قلت لا صحيحه، لا انا شفتها امبارح في اول وبزوايا بطيئه وسريعه وكل حاجه، وركله الجزاء غير صحيحه. انا بعتذر لجمهور نادي الزمالك. فانت احرجت الشباب وكسبت المنستيري على الورق، ونظريا الزمالك كان يستحق يصعد، ولكن الاداره ما رفضت الكلام ده. الاداره هي السبب، الاداره اللي رفضت انها تخلي الزمالك يكمل ويصعد في البطوله. ازاي يا احمد الاداره رفضت؟ الاداره رفضت لما فضلت تلعب من غير ما تدعم فرقتها بلاعب. هتقول لي في ايقاف وكده، مش مشكلتي انا كفريق او كمشجع زملكاوي، مش مشكلتي خالص ان فريق توقف كده فالمدرب او الاداري مش عارف يجيب لعيبه. النهارده تخيل معايا عزيزي الزملكاوي المحترم او عزيزي اللي بيشجع الكوره يعني بنظره محترمه، تخيل معايا فرده كمان قصاد زيزو في الملعب، فرده تقيله، مش هقول لك زي زيزو، لا يعني اقل شويه عشان مش طماع. تخيل اللي كان هيحصل، تخيل انت كنت تعمل ايه؟ تخيلت؟ عرفت احنا قد ايه في كارثه بسبب اداره نادي الزمالك؟ الاداره اللي خدت اصلا فلوس شيكابالا قبل كده كذا مره. عقوبه شيكابالا دي مخصومه اصلا من المرتب بتاعه وما اتدفعتش، راحت فين؟ الله اعلم. احنا في كارثه في نادي الزمالك، والله في كارثه. السبب الثاني ايه؟ السبب الثاني قناه نادي الزمالك وشويه المطبلاتيه، المستشار وطفره انشائيه رهيبه في النادي. يا عم انا مالي امر الطفره الانشائيه، انا عايز طفره كرويه، طفره في الملعب، طفره في اللعيبه، ولا هو اي كلام وتطبيل وخلاص. تالت حاجه تقدر تقول يعني النهارده اسوريو، عزيزي يا اسوريو، يا عم اسوريو الله يرضى عنك يا عم اسوريو. اصل انا والله يعني يا جماعه يعني برضه احنا معلش احنا مش قد كده ولا واو ولا ولكن بنفهم شويه كوره على قدنا. على ايه؟ قدنا. حته كده على طرف المعلقه. ليه بتلعب بشيكابالا من اول الماتش؟ لعبنا في ماتش المنستيري وتألق وكان كويس حلو قوي عظمه، ما ينفعش يلعب بقى الماتش التاني اللي بعده على طول. لعب الماتش اللي بعده وكمل 90 دقيقه. لاعب 37 سنه، محدش يقول لي كريستيانو 38 او 37 زيه وبيلعب، لا يعني الفرق بقى ايه السلوكيات، وفرق مع احترامنا لشيكابالا طبعا، وفرق التأسيس بتاع اللاعب ويعني والاستشفاء والريكفري والكلام ده كله. تيجي تلاعب لي بقى شيكابالا الماتش ده كمان؟ يا عم يعني لاعب 37 سنه ولا 38 سنه من الاخر يعني بياكل كشري، او لاعب اي مصري يعني بقى 37 سنه عايزه يلعب 3 ماتشات ورا بعض ويبدا ابوه الماتش ويديك اداء. النهارده شيكابالا ما ظهرش ولا الهوا ولا لقطه ظهر فيها. يا عم اسوري الله يرضى عن اهلك يا اخي، حرام عليك والله، والله يا حرام عليك. واما ربنا كرمه وجبنا 1-0 تقدمنا، ليه بتلعب في بيتينو؟ ليه بتلعب في الفرقه؟ ليه بتباص في الفرقه؟ دلوقتي عمر جابر كان شغال كويس، النهارده كان حلو قوي عمر جابر، وسيسي كان حلو قوي، ودونجا كان كويس، مقفل كويس، وشويه اللي قدام شغالين، والدنيا شغاله. يلا نقفل من بدري يا عم لسه في نص ساعه. يا عم هنقفل في نص ساعه ازاي يا عم؟ يا عم احنا بنلعب انبي ولا طلائع الجيش يا عم؟ يا عم استفزاز بقى وكفايه كفايه قرف بقى، الواحد تعبنا والله. اقسم بالله النهارده اول مره اشجع الزمالك من قلبي. طلع سيف الدين جزيري. بص انت لو كنت اصلا نزلت الملعب وسوري ده لو كنت سال المدافعين بتوع النصر، ها انتوا نفسكم ايه اللي يحصل؟ هقول لك طلعنا زيزو وسيف الدين جزيري. طب وانت عملت ايه يا اسوري؟ طلعت لهم زيزو سيف الدين جزيري. احيي.
احيا والله العظيم احيا. النهارده زيزو الخطوره كلها من سيف الدين جزيري وزيزو. طلعت سيف الدين جزيري، ريحت المدافعين بتوع النصر، خليتهم يطلعوا بارتياحيه. شيكابالا مش هيعرف يديك في الهجمه المرتده، وفضل يلعب لحد الدقيقه 70 ولا 75 بدون اي فعاليه وبدون اي ظهور خالص. اكتفيت بكده يا عم اسوريو؟ لا. شد بقى كمان عمر جابر اللي كان كويس النهارده. انا ضد عمر جابر ده اصلا ان هو يخش نادي الزمالك، ولكن النهارده كان كويس، ولازم تقول النهارده كان كويس. طلعه. طلعته ليه يا عم؟ يا عم ما تسيبه يا عم، ده احنا ما بنصدق ناخد منه ماتش عدل. تقوم مطلعه وشده ومريحه بره. طلعه. منزل مين؟ حاتم سكر، وامشي لنا سيف الدين الجزيري، ومنزل لنا رؤى بعد بعكاكه ولا بيسموها ايه؟ قمت فتوح منزل نص ملعب، وحاتم سكر نزل الناحيه الثانيه، وخلاص بقى ما عادش بقى ولا في انسجام ولا في تركيز. اللعيبه كانت مركزه وكانت كتله واحده. انا ما كنتش عايز منك غير حاجتين صراحه، هم اللي كنت طالبهم في الماتش ده. مش كمان ما يبداش وكان ينزل في الدقيقه 60 ولا 65. تخيل كان ينزل في الدقيقه 65 وانت كسبان 1-0 وتتفرج على المرتدات اللي هو كان هياخدها. والحاجه الثانيه اللي كان نفسي فيها صراحه يعني انك كنت تبدا بنضال. هيبقى قصاد زيزو يعني هيشد حيله شويه، ولكن عملت كل حاجه غلط. يا عم ناصر ده طلعت سيف الدين اللي تعب، نزل ناصر منسي على الاقل يقاوح شويه. ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، واسوريو حرق دمنا وخلع وخرجنا من البطوله العربيه بمركز ثالث كالعاده في الدوري والكاس والسوبر وكل حاجه ثالث ودوري ابطال افريقيا كان ثالث برضه. يا جماعه الزمالك لازم يحصل له انتفاضه، ولازم ما ينفعش يتساب كده. الزمالك لو فضل بالطريقه ديت وبالطريقه اللي وزير الشباب والرياضه شايل ايده، ومش هقول لك اتحاد الكوره، انا مش مسؤول اتحاد الكوره، وزير الشباب والرياضه سايب ايده، واداره نادي الزمالك شالت ايديها، الزمالك هيغرق قريب. يا جماعه حاجه محدش هيتمناها ولا حد هيحبها، ان الزمالك يغرق ويضيع ويسقط الى الهاويه. ففوقوا كده، الله يرضى عنكم. اللعيبه اللي ما تسالش النهارده، معلش انا كلاعب مستواي وحش، هعمل ايه؟ انا عملت اكتر فوق اللي عليا. زي ما قلت لك النهارده عمر جابر النهارده كان متالق، والنهارده الصراحه يعني اوسخ حاجه كانت في الماتش، وسرعه على اللفظ اوسخ ده، محمد صبحي. يعني وقعات وتضييع وقت بطريقه بايخه. يا عم راعي ان انت بتلعب قصاد كريستيانو وساديو ماني، فاهم؟ فراعي ان في كذا قناه تلفزيونيه او مثلا ما يقلش عن نص مليار بني ادم بيتفرجوا على الماتش ده. فانت ارسم صوره نظيفه وجميله لنفسك ولمصر ولفريقك. عمال تضيع وقت وتضيع وقت. حاجه صراحه كانت لا تصر علي ولا حبيب وهارد لك. والصراحه الزمالك بالنسبه لي خرج من ماتش الشباب اللي فات لما اتظلم تحكيميا. النهارده ما كانش فيه اي حاجه تحكيميه ضد نادي الزمالك، غير ان سوريو كان ضد الفرقه والاداره كانت ضد الفرقه. الاداره اللي طلعوا لنا امبارح انها هتستقيل وهتنسحب باذن نادي الزمالك وتستقيل، ده اداره مش خايفه على فرقتها ولا عايزه تحقق حاجه، ولا خايفه على الفرقه ولا مصلحه الفرقه ولا في دماغها الفرقه. كل اللي في دماغها يلا نفسي او انا ومن بعدي الطوفان. ده اللي عملته اداره نادي الزمالك او بالاخص مرتضى منصور. الصراحه انا مش عارف ايه اللي جاي في لنادي الزمالك في وسط الكوارث والحاجات اللي هو عايش فيها، ولكن نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. واسف على المود الحزين، ولكن حرفيا الواحد حزين على اللي حصل مع نادي الزمالك النهارده. شكرا جزيلا لحضراتكم، نتقابل في حلقه جديده مع احمد ايهاب.